اللغة اللي بنكلم بيها نفسنا. مهم جدا ان احنا نعرف ان كل كلمة بتطلع مني لنفسي او كل كلمة بتطلع مني للغير ليها ذبذبة معينة وليها طاقة معينة بتعبر عن المعاني اللي خارجة بيها من بقي، وازاي الشخص الاخر او انا شخصيا بتأثر فيا وبتأثر في ذبذبات حتى خلايا جسدي مع بعض في كل مرة عقلي بيسمعها أو عقل الشخص بيسمعها وبيترجمها إلى طاقة معينة. الطاقة دي بتأثر على جسمي، فتلاقينا مثلا لما ممكن نسمع التليفون بيرن في الفجرية ممكن جسمك يتاخد، أو لما تسمع واحد بيتكلم في التليفون وبيقول كلمة إيه خير حصل إيه، تلاقي إن أنت جسمك اتوتر. على نفس الوتيرة دي وعلى نفس الموضوع ده الكلام اللي بنقوله لنفسنا وبنكلم بيه الناس برضو بيعمل نفس التأثير علينا، شئنا أم أبينا، وكنا واعيين ودريانين أو مش واخدين بالنا من الموضوع ده. النهاردة أنا عايز أتكلم عن كلمة واحدة، وياريت إن احنا دايما نحاول نركز فيها ونعرف قد إيه هي بتأثر علينا وبتبرمجنا برمجة معينة. كلمة صعب أو كلمة difficult بالإنجليزي هي في القاموس بتاعنا مستخدمة كتير جدا، كلنا بنستخدمها، وفي كل مرة بنقول انه لا الموضوع ده صعب. اللي بيحصل ان العقل البشري بيقفل كل البوسيبيليتيز وكل الامكانيات اللي ممكن تتفتح لديه في امكانية حدوث هذا الشيء. فتعالوا نبطل كلمة صعب ونستبدلها بكلمة بسيطة جدا، هي كلمة challenging او هي فيها تحدي. الكلمة دي استيعابنا ليها مختلف عن استيعابنا لكلمة صعب أو كلمة difficult، لأنها بتخلي إن في باب موارب. على فكرة ممكن إنه في إمكانية، وكمان مش بس إمكانية، لا بتبدأ في كده شعور وطاقة بإنه الواحد يقدر يتحدى نفسه عشان يعملها، فلو جاء تحدى نفسه وعملها هينجزها وهيتبسط. فببساطة شديدة تعالوا نبطل كلمة صعب ونبدلها بكلمة فيها تحدي، كلمة difficult ونستبدلها بكلمة challenging. لو فكرنا هنعيش أفضل. شكرا.